اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ قصة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، وياريت كمان نكمل القصة للآخر. قصتنا النهاردة قصة حقيقية وقصة كاملة من القصص اللي انتوا بتحبوها، إن شاء الله هتعجبكم. قصتنا النهاردة بتحكي عن شاب يوم الخطوبة لما كان راح يتقدم لعروسته، فبسبب تصرفاته الغريبة حصلت مصايب كتير قوي في اليوم ده، والمصايب دي أهل العروسة ما اتعظوش منها، ومع ذلك كملوا في الجوازة. بس لما الجوازة كملت حصلت مفاجآت ما كانش حد يتوقعها، وده بقى اللي هنشوفه في قصتنا النهاردة. علشان كده لازم تكملوا القصة للآخر، عندنا مفاجآت كتيرة قوي. وقبل ما أبدأ أرجو منكم الدعاء لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. في بيت في منطقة راقية كان في بنوتة اسمها لجين، كانت في منتصف العشرينات من عمرها. كانت بنت محجبة وجميلة ورقيقة، واقفة قدام المراية بتظبط نفسها. أمها هبة وراحت وقفت جنبها. ما تنجزي يا بنتي، العريس وأهله زمانهم على وصول. يا ماما ما أنا بعمل إيه يعني، ما أنا بجهز أهو، وبعدين النهاردة قريت الفاتحة فطبيعي يعني إن أكون حلوة. يا بنتي انت بقالك أكتر من ساعتين واقفة قدام المراية، هتخلصي امتى بقى؟ شوية والباب خبط. شفتي ادوهم شكلهم وصلوا، هروح استقبل الناس انا وفاتن اختك، وانجزي بقى، انت هتفضلي اليوم كله واقفة قدام المراية. هبة خرجت ولجين فضلت تجهز، وبعد شوية خرجت من الأوضة. في الريسبشن أسر العريس كان في أوائل الثلاثينيات من عمره، بيشتغل دكتور صيدلي، وكانت الصيدلية بتاعته باسمه. كان قاعد مع دلال والدته وأسماء أخته. أسر كان مركز جدا مع النجفة، ما كانش شايل عينيه من عليها. لجين دخلته بإحراج. ازاي حضرتك يا طنط، نورت البيت. طب نورك يا بنتي، شكلك زي القمر، انت أحلى من الصور كتير. وبصت لابنها وبدأت تسغده في رجله من غير ما حد يحس. انت بتهبب ايه؟ شيل عينك من على النجفة، بص على البت اللي هتقرا فتحتك عليها. حلوة قوي النجفة دي، ده بقالها قد ايه عندكم يا جماعة؟ انا شايف ان النجفة دي من النوع النادر. لجين بصت للحارس باستغراب. بقالها عندنا اكتر من 15 سنة تقريبا كده، ماما جابتها بعد جوازها بشوية. ايه 15 سنة ولونها زي ما هو كده ما تغيرش؟ ده النجف الموجود دلوقتي ما بقاش يكمل سنتين وبيترمي في الزبالة. شوية أب والنجف وقعت على الأرض، ودلال وبنتها بدأوا يبصوا لبعض وكانوا مكسوفين جدا. وبعد شوية بصت لآسر. لجين كانت واقفة مصدومة. ايه اللي حصل ده؟ ده النجفة من ساعة ما اتعلقت عمرها ما وقعت ولا حتى اتهزت من مكانها. دي شكلها كده اتكسرت، وابقوا ودوها بقى تتصلح، حرام، ده شكلها عليها القيمة قوي. دلال بصوت واطي وبغيظ. اخرس خالص، ما تقولش ولا حرف لغاية ما نقوم من هنا، انت فاهم ولا لا؟ ما تهدي شوية يا ماما، هو انا كنت قلت ايه يعني؟ وبعدين هو مين اللي اختار الوان الستار دي؟ انا شايف ان الوان الستار تحفة. ماما اللي اختارتها، انت بتسأل ليه؟ اصلها لايقة على الدهان وكمان على السيراميك، بصراحة الست الكل ذوقها جميل. انا بقول بقى ان مامتك هي اللي تختار الوان الشقة عندنا. شوية والستارة وقعت بالأبلكاشة اللي كانت متعلقة فيها، ولجين مرة واحدة رجعت لورا وهي مصدومة. ايه ده؟ مش معقولة اللي بيحصل. ودخلت الأوضة بتاعتها وقفلت الباب على نفسها. مامتها قامت من وسط الناس وراحت دخلت لها الأوضة. انت اتجننت يا بنت، ازاي تسيبي الناس بالطريقة دي وتدخلوا الأوضة؟ ايه ده يا ماما، انت ما شفتيش اللي حصل بره؟ تقال على النجفة حلوة على طول راحت مكبوبة في الأرض. عادي يا بنت، ده نصيبها، وبعدين المسمار اللي كانت متعلقة عليه كان مسد وبايظ. يا سلام يا ماما، وقعت كده على طول أول ما نطق. بلاش دي يا ستي، الستارة شفت أول ما قال عليها حلوة وألوانها لايقة على الفرش والحيطان، الأبلكاشة كلها وقعت على الأرض. قوليلي بقى يا ست ماما إن المسمار بتاعها كمان كان مصدي. يا بنت انت كده بتتلككي، الواد ده لقطة وما فيش زيه. لقطة من أنا حتة بالظبط؟ قوليلي كده يا ماما، انت كنت قاعدة مع حد تاني غير اللي أنا كنت قاعدة معاه؟ يا بنت ده دكتور صيدلي وعنده الصيدلية الخاصة بتاعته،
وساكن في حتة نظيفة، واخته مهندسة ومامته ست طيبة، ولا هتقرفك ولا هتعملك مشاكل من اللي بنسمع عنهم اليومين دول. ايوه يا ماما، بس انا مش مستريحة للموضوع ده عشان اول مرة تشوفيه. وبعدين اوقات كده يوم قراية الفاتحة بيحصل شوية عكوسات مع اي عروسة. انا شايف ان اللي حصل ده عادي وبيحصل مع عرايس كتير. بكرة هتتعودي. اطلعي بس خلينا نقرا الفاتحة ونتفق على اليوم اللي هنشتري في الشبكة. وفعلا لوجين سمعت كلام مامتها وخرجت بره وقرأوا الفاتحة واتفقوا على اليوم اللي هيشتروا في الشبكة. وبعد كام يوم كانوا واقفين في محل الدهب. آسر وهو واقف قدامها: اسمعي بقى يا حبيبتي، احنا اتفقنا هنجيب شبكة في حدود 20,000 جنيه بس، اوعى تختاري حاجة أغلى من كده. أيوة، من عارفة الاتفاق ده، ما تقلقش، أنا عارفة حدودي كويس ومش هحرجك. لوجين بدأت تختار الدبلة والمحبس اللي كانت هتجيبهم، وآسر كان واقف بيبص حواليه في كل مكان، ومامته كانت واقفة جنبه بتصغر له وبتكلمه بصوت واطي: أبوس إيدك يا ابني، كفاية فضايح، ركز مع عروستك، ملكش دعوة بأي حد من اللي موجودين في المحل. العروسة لو حست بأي حاجة هتسيبك يا أخويا وتمشي. في إيه بس يا ماما، هو أنا فتحت بقي؟ ما أنا سايبها تختار براحتها، وبعدين أنا بتفرج على الدهب اللي في المحل. في الوقت ده كان في شاب وعروسته بيختاروا شبكتهم. الشاب ده قال لصاحب المحل: بقول لك ايه، احنا عايزين الشبكة اللي العروسة تختارها هناخدها على طول، ملكش دعوة بأي حاجة، هات لنا أي وزن هي تختاره. العروسة بعد ما اختارت السايغ وزن الشبكة دي تمنها 150,000 جنيه. هتاخدوها يا جماعة ولا تحبوا ان احنا نشوف حاجة أقل في السعر؟ العريس بص العروسة بفرحة: لا، نشوف حاجة غيرها ايه، طالما الشبكة عجبتها يبقى ناخدها، بس طبعا انا مفيش معايا كاش، ممكن ادفع بالفيزا. آسر في الوقت ده كان واقف وفتح بقه: سمعت يا ماما، الراجل هيجيب شبكة ب150,000 جنيه، على كده بقى بيقبض كام في الشهر عشان يدفع الرقم ده كله في شوية دهب؟ ده غير الفلوس اللي تبقى معاه في الفيزا، تلاقيه معاه بتاع 4-5 مليون. شوية والعريس اللي كان واقف بيشتري الشبكة حط ايديه على قلبه وحس بوجع ودوخة، ومرة واحدة وقع على الأرض. لوجين في الوقت ده بصت للراجل اللي وقع ورجعت بصت لآسر، على الرغم ان كان بيتكلم بصوت واطي لكن سمعت اللي قاله، والإسعاف جت وأخدته ونقلوه على المستشفى. ولوجين جابت الشبكة البسيطة ورجعت على بيتها بسرعة، وكان قلبها مقبوض وعمالة بتعيط. في بيت لوجين في الريسبشن كانت واقفة بتدبدب برجلها في الأرض وهي بتعيط ومتعصبة: أنا مش هتجوزه يا ماما، يعني مش هتجوزه، أرجوك يا ماما كفاية لغاية كده. أختها الأكبر منها اسمها فاتن، كانت متجوزة ومعاها بنت، وقاعدة بتلاعب بنتها على الأرض وهي بتكلمها: طيب يا بنتي فهمينا إيه اللي حصل، واللي راجعة كده وانت كنت بتجيب الشبكة متعصبة، هي مامته قالت لك حاجة وحشة؟ لا يا ستي، مامته ست طيبة وما قالتش حاجة، بس العريس ده أنا مش مطمناله، ده بس الواحد كان بيجيب شبكة عروسته جاب أجله على طول أول ما قرح عليه، فضل يقر إن جاب شبكة ب150,000، أما الراجل حط إيده على قلبه وطب ساكت. أنا حاسة إن الراجل ده ذنبه في رقبتنا. يا بنتي ما يمكن الراجل ده جاله هبوط من الحر، النهاردة الجو كان حر قوي، ما تدققيش بقى. وبعدين هو انت كل شوية تطلعي في العريس عيب؟ هو انت كمان هتعوم على عم ماما يا فاتن وتقولي نفس الكلام؟ بقولك الراجل طب ساكت وقع والإسعاف جت شالته، تقابل حتى ما يدفع فلوس الشبكة، الله أعلم عايش دلوقتي ولا مات. يوه، هو انت يا بنتي كل يوم هتطلعينا القطط الفطسانة في آسر، كل ما يتنفس تشتكي منه؟ هترتاحي بقى لما يسيبك ويروح يتجوز واحدة تانية؟ هو في حد دلوقتي لاقي عرسان وكمان دكتور؟ يا ماما علشان خاطري يا ماما صدقيني، انا حاسه ان قلبي مقبوض، انا مش عايزه اتجوز الراجل ده. اسمعي بقى، حماتي كلمتني وقالت لي ان هنعمل الخطوبه والفرح في اسرع وقت ومش هنطول. لوجين بصت لها بخنقه ومشيت وراحت ناحيه الاوضه. طبعا تلاقي امه عايزه تخلص منه، اصل اللي زي ده يتخاف منه اول ما يتعاشرش. وبعد فتره كان الفرح. يوم الفرح في الشارع كانت لابسه الفستان وهو لابس البدله، واقفين تحت العماره بتاعتهم. انت قلت ان جوز اختك هيجي يزفنا في العربيه، امال اتاخر كده ليه؟
زمان على وصول، تلاقي بس الطريق زحمة ولا حاجة. انت ناسي ان النهاردة الخميس؟ فجأة جت عربية زيرو وكانت متزينة بالورد، ونزلت منها فاتن أخت العروسة وجوزها مراد. فاتن قربت من أختها: ألف ألف مبروك يا حبيبتي، زي القمر. يلا بقى هات عريسك وتعالى عشان نروح على القاعة، يلا علشان ما نتأخرش. آسر قرب من لجين وبدأ يكلمها في ودنها: إلا قوليلي، هو جوز أختك دفع كام في إيجار العربية دي؟ ده شكل إيجارها غالي قوي. لجين كانت خايفة جدا: مش عارفة، ويا ريت ما تسألش. فاتن قالت لي إن دي هدية الفرح عشان ما يكلفوناش زيادة. أيوة صح، أحسن أنا جيبي نشف على الآخر، ده أنا قاعدة أدفع من ساعة ما خطبتك. وركب العربية ولجين فضلت تكلم نفسها: يا رب استرها وما يعرفش حاجة، يا رب اليوم ده يعدي على خير، يا رب. وراح القاعة. وبعد ما الفرح خلص، مراد برضه وصلهم في العربية عند بيت لجين وآسر. نزلوا من العربية ومراد كان بيسلم عليهم: ألف ألف مبروك، عقبال ما نفرح بعيالكم. أنا هاخد فاتن ونمشي دلوقتي عشان لسه هروح عند حماتي، هنبات عندها النهاردة. ماشي، بس الأول مش هترجع العربية للمعرض ولا إيه؟ معرض إيه بس يا أستاذ آسر؟ ده عربيتي، ده أنا لسه شراها من كام يوم. لجين اتخضت لما سمعت مراد وهو بيقول لآسر إن العربية ملكه. لجين بصوت واطي: ده اللي كنت خايفة منه، يا رب استرها عليه وعلى أختي، يا رب، يا رب ما يحصل لهم حاجة، يا رب آسر ما يكونش سمع ولا أخد باله. يلا بقى يا جماعة، يلا يا فاتن يا حبيبتي خلينا نمشي، تلاقي مامتك دلوقتي قاعدة لوحدها مستنيانا. الأول لجين كانت معاها، لكن دلوقتي مفيش حد يونسها. مراد أخد مراته وركبوا العربية ومشوا، وآسر فضل واقف يكلم لجين: انت بتخبى عليا ان جوز اختك شارى العربية دي؟ لا أنا ما خبيتش، أنا لسه عارفة زيك دلوقتي، أصل أنا كنت مشغولة الفترة اللي فاتت في تجهيزات الفرح. أيوة، بس العربية دي تعمل لها بتاع 1,500,000، ده زيرو وآخر موديل، متعرفيش هو جايبها قسط ولا يكونش كاش. الله أكبر من عيني، يا رب استرها على أخته وجوزها، يا رب ربنا يبارك له فيها ويكفيه شره. آسر بصلها بقرف: ايه الكلام اللي بتقولي ده؟ هو أنا هحسد جوز أختك ولا ايه؟ على فكرة أنا بسأل عادي، ما فيهاش حاجة يعني. طيب ممكن نطلع على الشقة؟ أصل الناس اللي في الشارع بدأت تتفرج علينا، واقفة في فستان الفرح وحضرتك بالبدلة وقاعدين نتناقش. يا ريت تسيبك من مراد وعربيته وتفتكر إن النهاردة فرحنا. وطلع على الشقة، ولجين كانت عمالة تدعي من قلبها إن ربنا يسترها مع أختها وجوزها. تاني يوم صحيت من النوم وقعدت في الريسبشن شوية ولقت تليفونها بيرن. ماما اللي بتتصل عليا بدري كده، مش من عوايدها تصحى بدري، أكيد في حاجة حصلت، يا رب فاتن ومراد يكونوا بخير. ردت ولقت مامتها صوتها متغير: أيوة يا ماما يا حبيبتي، عاملة إيه؟ معلش يا لجين، أنا بكلمك يوم الصباحية بدري يا بنتي، أصل أختك وجوزها مالهم يا ماما؟ اتكلمي، فاتن ومراد كويسين؟ امبارح يا بنتي بعد ما وصلوك انت وجوزك كانوا جايين عندي، بس في عربية خبطتهم. قامت من مكانها وبدأت تتكلم بخوف: ايه؟ عربية خبطتهم؟ طيب هم عاملين ايه دلوقتي؟ هم فين؟ هم يا حبيبتي في المستشفى، ولاد الحلال وقفوا معاهم ونقلوهم المستشفى، بس بيقولوا العربية باظت خالص. يا حبة عيني الواد ملحقش يفرح بيها. ايوه انا عارفة، كله بسبب اللي ما يتسمى اللي انا اتجوزته، هو اللي ضرب عينيه في العربية. ما انا قلت لكم ان عينيه بتفلق الحجر، لكن انت ما كنتش مصدقاني. شفتي يا ماما، اهو بسبب عينيه عملوا حادثة. بقولك ايه يا بنتي، انا مش متحملة اسمع كلمة واحدة باللي بتقوليه، انا اللي فيا مكفيني. انا بس كنت محتاجة مبلغ من معاكي عشان انا في المستشفى ومش عارفة اخرج، تعرفي تجيب المبلغ وتنزلي لهم؟ ايوه يا ماما، مسافة السكة وهكون عندك. لجين قفلت ودخلت الأوضة بسرعة علشان تلبس. أما في الأوضة آسر كان لسه صاحي من النوم وبيقوم من على السرير: يا صباح الخير، هنفطر ايه النهاردة؟ أنا كنت واخد بالي إن أمك جايبة حمام، ياريت تسخنيه على ما أقوم. لجين بصت له بقرف: وهيجي منين الخير وانت موجود؟ فاتن ومراد دلوقتي في المستشفى وبسببك انت. أمن على السرير وبدأ يتكلم بزعيق: وانا ملاني؟ انا اللي خليتهم يعملوا حادثة ولا ايه؟
ما انت اللي فضلت تقر على العربية لغاية ما عملوا الحادثة. العربية اتدشملت خالص. يا ترى ايه اللي هيحصل لهم تاني؟ انت مصدقة الكلام الفارغ اللي بتقولي ده؟ وبعدين انت بتلبسي كده ورايحة على فين؟ رايحة على المستشفى، هوديلهم فلوس واطمن عليهم. نعم يا اختي، فلوس ايه اللي هتديها لهم؟ واحد ومعاه عربية يجيب 1.5 مليون، اكيد معاه في البنك قدهم 2 3. وبعدين النهاردة يوم الصباحية. يا اخويا صباحية ايه؟ وبعدين العربية باظت. حسب الله من عينيك يا شيخ، عينك عاملة زي عين الصقر. بعدين صباحية ايه يا اخويا؟ هما اهم عندي من 1,000,000 صباحية. لبست ونزلت وراحت المستشفى، وبعد ما اطمنت على اختها وجوزها روحت تاني على بيتها. وبعد فترة عرفت ان هي حامل، وكانت معزومة عند دلال في بيت حماتها. دلال كلهم كانوا متجمعين على السفرة. آسر بص لمامته باستغراب. ايه السلسلة اللي انت لابساها دي يا ماما؟ انا اول مرة اشوفها، هي دي دهب ولا ايه؟ مامته بدأت تداري في السلسلة وتدخلها جوه الجلابية. ايوه يا حبيبي، اصل انا بقالي كتير قوي بحوش في تمنها. والله يا ماما انا نفسي اعرف انت ازاي بتحوشي؟ ده المعاش يا دوبك بيكفي الاكل والشرب بالعافية، بتحوشي منه وتشتري دهب كمان؟ يا حبيبي قول بسم الله ما شاء الله، ما تسمي يا ابني لما تيجي تتكلم. ايه بقى يا ست الكل، هو انا هحسدك؟ تلاقيكي بقى هتجيبه قريب حاجة تانية ومش عايزة تقوليلي. الا صحيح، هي اسمى بنتك ما جاتش ليه؟ اصلها مسافرة يا ابني هي وجوزها عشان يفكوا عن نفسهم شوية. ايه ده، هما مش بيزهقوا من السفر خالص؟ تاني سفرية يسافروها في نفس الشهر. يا ابني ما تقول ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يزيدهم، احسن ما يحصل لهم حاجة. هو في ايه بس يا جماعة؟ هو انا يعني هقول ايه بس؟ وبعدين على فكرة انا عناية كويسة وما بحسدش حد. مراته بصت له بخنقة. ايوه ما انا عارفة، انت عينيك مفيش احلى منها في الدنيا، انا ظلماك وانت ملاك بريء. كلهم كملوا اكل، ودلال كانت خايفة على نفسها قوي على بنتها. وبعد فترة لجين خلفت بنتين، تالين وتالية. في أوضة البنات كانت قاعدة بتنيم بناتها، وآسر دخل. لجين وبصوت واطي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظكم من عينيه يا رب ومن كل كلمة تطلع من بقه. آسر دخل عليها الأوضة وكان بيهرش في دماغه. هو انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ ما تطلعي تكويلي هدومي ولا تحضري اي لقمة كلها، انت بقالك يومين ما طبختيش. انا مش قادرة اعمل حاجة، انا يدوبك عليا بنيم البنات وبخدمهم. الهدوم وداها عند المكواجي، وشوف عاوز تاكل ايه واطلبه. هو ايه اللي بتخدمي البنات؟ هما بناتك دول ولا بيهشوا ولا بينشوا؟ ده يدوبك يصحي يرضعوا وبيناموا تاني، ولا بيعيطوا ولا بيزنوا زي العيال اللي في سنهم خالص. تاني بشوف عيال صغيرة ما بتنيمش اهاليها. قامت من مكانها وبدأت تخمس في وشه. كل اعوذ برب الفلق، ايه يا ابن القرف اللي بتقوله ده؟ دول بناتك يا حبيبي، قبل ما تقول الكلمة قول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الواحد ممكن يحسد نفسه على فكرة. يا حبيبتي كفاية تخلف، هحسدهم على ايه يعني؟ انا بقولك ان البنات هادين وما بيعيطوش، كفاية بقى كلام فارغ وراح اعملي لي الاكل. آسر خرج ولجيني بدأت تبص على بناتها. ارقيهم، منك لله منك لله يا آسر. وفجأة لجيني لقت بناتها الاتنين بيرجعوا، انهارت من العياط. يا ربي ايه الترجيع ده؟ جابوا كل اللي في معدتهم. اخدهم فين دلوقتي بس يا ربي؟ الفجر قرب يأذن. يا ترى في طوارئ دلوقتي؟ استنى شوية، لو ما تحسنوش انزل بهم الصبح. قربت من بناتها وبدأت تغير لهم، لقت جسمهم سخن قوي. ايه ده، ترجعوا وسخونية؟ لا مش هينفع استنى اكتر من كده، لازم انزل بهم دلوقتي احسن ما يحصل لهم حاجة. ولبست بسرعة واخدت بناتها وراحت على اقرب مستشفى، والبنات فضلوا محجوزين اكتر من يومين في المستشفى. لجيني كانت قاعدة على كرسي في الممر وعمالة بتعيط. اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ اتطلق منه واسيبه؟ بس برضو الحسد والقر اكيد هيطولوني، ما اكيد هيجي يشوفنا انا والبنات. يا ريتني ما كنت اتجوزته. الله يسامحك يا ماما، انت السبب، ما كانش حد مصدقني. فضلت قاعدة في المستشفى لغاية ما بناتها اتحسنوا، وبعد فترة في البيت كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون. آسر راح وقعد معاها. هي امك ما بقتش تزورنا ليه؟ نفس السبب يا حبيبي،
اللي خلى والدتك واختك ما تزورناش. قصدك ايه يعني؟ السبب ايه ده؟ معرفش، ويا ريت توطي صوتك عشان انا مصدعه وحاسه ان دماغي هتنفجر. بقولك ايه، انا طلبت بيتزا ديليفري، وبعدين انت ما بتعرفيش تعملها حلو، بتخلي العجين ارتفاعه زي الرصيف. هو قال لي ان الحساب 495. طيب اديله بقى 500، اكيد يعني مش هتديله فكه. شويه وطلع تليفون وبدأ يكلمها بصدمه. ايه ده؟ يعني لما ياخد 5 جنيه تبس على كل طلبيه، يعني الواد بتاع الدليفري ده ممكن يلم عشرات الاوردرات في اليوم، وكل اوردر 5 جنيه؟ ياه، يعني كده في الشهر يعمل له مبلغ. انت حرام عليك يا اخي، انت باصص للراجل الغلبان في التبس البسيط اللي هياخده ده. ما يعين 24 ساعة مرمي في الشارع وبيلف على الشقق، مش واخد بالك يا حبيبي من ده كمان؟ انت لو قلت بسم الله ما شاء الله او اللهم بارك هيحصل لك حاجة؟ هو انت ليه كل ما اتكلم تقولي لي الكلمتين دول؟ وبعدين اللي زي ده مصاريفه بتبقى قليلة، انت سيئت الظن بيا على فكرة. على ايه يا حبيبي؟ انا هدخل انام لاني تعبانة. اقعد لوحدك وكل براحتك، وحسك عينك تدخل اوضة البنات، لخلي اليوم مش معدي، فاهم؟ ماشي مش هدخل. والله العظيم انت ست نكدية وانا جبت اخر منك. فضل ياكل بعد ما الاوردر وصل، وبعد كده نام مكانه في الريسبشن. وبعد كام سنة لجيني كانت نازلة ومعاها البنات عشان توديهم المدرسة. كانوا في الوقت ده في 4 ابتدائي، وفجأة لقت جوزها واقف مع واحدة جارتها. استخبت بسرعة علشان تسمع بيقولوا ايه. بس ازاي انت عايشة هنا لوحدك؟ انا اول مرة اشوفك يا مدام. مش عارفة، ده انا حتى كمان استغربت ان انت لغاية دلوقتي ما تعرفنيش. الا قولي يا استاذ آسر، هي الصيدلية اللي على اول الشارع دي بتاعتك؟ عشان يعني ابقى اجي اشتري منك. ايوه بتاعتي. وبقولك ايه، تعاليلي في اي وقت وما يهمكش من مراتي، هي كده ست نكدية. ماشي يا أسطورة، هاجيلك على طول وهبقى اعمل لك اكل. اصلك يا حرام طول النهار بتبقى قاعد في الصيدلية واكيد بتجوع، وبصراحة اكل الشارع مش كويس على الصحة. تصدقي ان اللي ما تتسمى اللي معايا متجوزين بقالنا كام سنة عمرها ما عملت لي اكل اخده الصيدلية؟ يا عيني عليك، وانت متحمل واحدة قاسية زيها كده ازاي؟ من بكرة هتلاقيني عندك في الصيدلية ومعايا كل الاكل اللي بتحبه. انا هطلع بقى علشان ما نتأخرش. على فكرة انا ساكنة في الدور اللي تحتكم على طول. أروى طلعت وأسر مشي على شغله. أما لجين كانت واقفة بتكلم نفسها بغيظ. ماشي يا آسر، أنا بقى مش هتخانق ولا بعيدك عن الست دي. أنا هخليها تقع في شر أعمالها، هخليك تدوق المرار والقرف اللي أنا شايفاه من سنين وتكرهيه من غير حتى ما اتدخل ولا اتعب نفسي. وأخدت عيالها وودتهم المدرسة، وبعد كده رجعت البيت. بعد فترة لجين كانت قاعدة في البلكونة بتشرب الشاي، وفجأة جوزها دخل عليها. مالك يا اخت ضربة بوز مترين ليه؟ ايه اللي حصل؟ إدارة المدرسة كلمتني وقالوا لي عايزين البنات، مش عارفة ليه. اللي عرفوا ان المفروض النتيجة بتاعت كل اصحابهم ظهرت، بناتك لسه نتيجتهم ما ظهرتش. اكيد عايزينهم عشان يكرموهم. بناتك كل سنة بيجيبوا الاول، مفيش واحدة فيهم تطلع التانية ولا التالتة، لازم على طول المركز الاول كده. الله اكبر في عينك يا اخي، واي عين تشوف بناتي وتحسدهم. الله اكبر، تعرف البنات لو حصل لهم حاجة وحشة انا مش هرحمك. يو بقى، هو انت مش هتبطلي طريقتك دي؟ والله دي ما بقتش عيشة. هي فعلا ما بقتش عيشة. انت مش قادر تقتنع ان انت بتحسد كل الناس اللي حواليك لغاية ما كل الناس قطعتنا، اهلي واهلك واخت واختك. ولا نسيت بعد ما نبرت على السلسلة بتاعت والدتك؟ تاني يوم كانت ماشية في الشارع وحرامي شدها وسرقها، وكانت يا حبيبتي هتموت فيها. هو انت مصدقة التخاريف اللي بتقوليها دي؟ والله العظيم عيب عليكي. ما انا قلت لك مليون مرة تعال نروح لشيخ عشان يقولك نعمل ايه، ولا حتى رفت تديني مية الوضوء علشان كلنا نتشطف بيها. انا مش هديك حاجة، ولو مسكتيش هزعلك وهفرج عليك الجيران، انت فاهمة؟ البحث اتقال. ايه الولية الجهلة دي؟ شوية والباب خبط. فتحت الباب عشان تشوف مين. اول ما فتحت لقت بناتها
اللي كانوا منهارين من العياط. ايه اللي حصل يا بنات؟ انطقوا، في حد ضايقكم في المدرسة؟ النتيجة بتاعتنا ما كانتش ظهرت زي بقية اصحابنا، ورحنا للمديرة زي ما قلت لنا وقالت هتجيبها لنا من الكنترول. ايوه يا حبايبي، وبعد كده ايه اللي حصل؟ انطقوا. طلعتوا مثلا المركز التاني او التالت، علشان كده زعلانين؟ ماما احنا سقطنا وهنعيد السنة، احنا والله العظيم كنا بنحل كويس. لجينة لطمت على وشها وبصت لجوزها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، روح يا اخويا ربنا ينتقم منك، حتى بناتك مسلموش من عينيك؟ لا ده كده كتير قوي، انا ممكن اطب ساكتة قدامك. بقولك ايه بقى، انا نازل وسايبلك البيت، تولعي يا شيخة انت وهو، تلاقي عيالك ما كانوش بيذاكروا علشان كده سقطوا. لو انت كنت قاعدة مركزة معاهم شوية ما كانش كل ده حصل. بس هقول ايه بقى، ما انت حطاني في دماغك 24 ساعة، هتاخدي بالك من البنات ازاي؟ نزل من البيت وهي فضلت تعيط من الزعل على بناتها. وبعد فترة أستر وأروى بدأوا يتقابلوا بره، وبدأوا يقربوا من بعض جدا. ها يا أروى، قلت ايه يا حبيبتي؟ انت عايزنا نتجوز يا أستر في شقتي؟ ما تجيب شقة لينا، ولا انت عايز الناس تقول ان انت عايش على قفا مراتك؟ وبعدين ده انت دكتور قد الدنيا. ايه لازمته بس الكلام ده؟ انا وانت هنتجوز في شقتك، وبعد كده هشوف شقة تانية بعيدة عن العمارة اللي احنا فيها عشان ابعد عن لجين والبنات. ماشي، اذا كان كده انا موافقة. ايه رأيك نخلي كتب كتاب والفرح اخر الاسبوع ده؟ انا موافق يا حبيبتي. وايه رأيك نسافر يومين يبقوا شهر عسل؟ اختار المكان اللي انت عايزاه وانا احجز فيه على طول. طيب ومراتك هتقول لها ايه على موضوع السفر؟ انا مش عايزة وجع دماغ منها ولا خناق. سيبها تتفلق، هي اصلا ما تقدرش تعمل اي حاجة. الاتنين فضلوا يتكلموا، وبعد شوية روحوا البيت وقابلوا لجين في مدخل العمارة. في المدخل أروى ربعت ايديها وبصت لها بغيظ. مش تباركلي؟ انا وأسر هنتجوز الخميس الجاي. لجين فتحت بقها وبصت لها بصدمة. ايه هتتجوزوا؟ تصدقي انا كان نفسي في الموقف ده ابقى زي اي ست، ولو سمعت حاجة زي كده اقلب الدنيا واتقهر. بس بصراحة انا مش عارفة اعمل كده خالص، انا لا مقهورة ولا اي حاجة، بالعكس ده انا فرحانة لكم قوي، انتوا الاتنين لايقين على بعض، وعلى رأي المثل اللي اخدته القرعة تاخده من الشعور. أروى بصت لها بتريقة. انا عارفة ان انت هتموتي من الغيظ وبتحاولي تداري غيظك بالكلام اللي بتقوليه ده، الغيظ باين على وشك قوي. بكرة هتتجوزيه يا حبيبتي وتفهميني كويس قوي، لما نشوف ساعتها هتعملي ايه يا قمر. لجين اخدت بناتها وراحت مول، وأروى فضلت واقفة متغاظة. وبعد كام يوم أستر وأروى اتجوزوا فعلا، وسافروا هما الاتنين على دهب، وكانوا قاعدين على البحر، كانوا قاعدين على الشезлونج وبيتكلموا. انا والله العظيم كنت حاسس ان اللي كنت متجوزها دي مش ست، ده ما تجيش جنبك اي حاجه يا حبيبتي. اللي قوليلي بقى، المايوه اللي انت لابساه اللي هياكل منك حته ده شكله ايه؟ تحفه. انا حاسس ان هو غالي، من الحاجات البراندات اللي بألوفات اللي بنسمع عنها في النت. أروى قامت من مكانها وبدأت تلف حوالين نفسها. ايوه يا حبيبي، المايوه ده براند وغالي قوي، ده حتى الكاش بتاعه حلو قوي، شوف ايه رأيك فيه؟ وقعدت تفرج على المايوه وهي فرحانة. ايوه ده شكله جميل. لسه هتقعد وفجأة سمعت صوت غريب، المايوه اتقطع بالطول والسوستة بتاعته كلها انفجرت. مسكت البشكير ولفته على نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، المايوه اتقطع كده ازاي؟ ده اول لبسة. تلاقي يا حبيبتي الماتيريال بتاعته ما كانتش كويسة، بعد كده لازم تشوف انت بتشتري الحاجات منين، ما تخليش حد يضحك عليكي وتدفع ألوفات في الفاضي. وحشة ازاي؟ انا مش اول مرة اشتري من البراند ده حاجاتهم على طول بتعيش معايا سنين. طب اتصرف ازاي دلوقتي؟ هنزل البحر ازاي وانا مفيش معايا غير المايو ده؟ خلاص بقى يا ست ما تزعليش نفسك، تعالي نقوم نغير ونلحق الغدا، وبعد كده نشوف اي مكان نجيب منه مايو تاني. الاتنين قاموا، وأروى كانت ماشية ولفة نفسها بالبشكير وعمالة تبص حواليها في كل مكان عشان تتأكد ان مفيش حد شايفها. غيروا وقعدوا في المطعم بتاع الفندق. أستر كان قاعد مركز مع كل الناس اللي حواليه، وأروى ما كانتش فاهمة حاجة. ايه ده؟ هو انت ليه باصص للناس طول الوقت؟ مش تركز معايا انا؟ هو انا مش مالي عينيك يا استاذ؟
في ايه بس يا حبيبتي؟ مين اللي قال كده؟ بس بصي، شفت الوتر اللي هناك ده؟ ماسك في ايديه يجي 5 أطباق فوق بعض، ولا واحد منهم وقع ولا اتهز. ده انا لو مسكت طبق واحد بلاقي ايديا بتترعش. وهو لسه بيتكلم الوتر وقع على وشه، وكل الأطباق اللي في ايديه وقعت واتكسرت. أروى قامت من مكانها ووقفت وبدأت تتكلم بصدمة. الله يخرب بيت عينك المدورة المقورة، الراجل وقع وشكله اتعور، جبت أجله. قام من مكانه وبدأ يتكلم بحدة. هي الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بقى أنا عيني مدورة ومقورة؟ هي دي آخرتها؟ بتقولي على عريسك كده؟ بقولك إيه بقى، أنا عايزة أطلع الأوضة، أنا اتخنقت، أنا ما عدتش قادرة أقعد هنا أكتر من كده. وليه بس يا حبيبتي، هو إحنا لحقنا؟ بقولك إيه، تعالي نروح نقعد في أي كافيه تاني بعيد عن الفندق، يمكن انت لسه زعلانة عشان موضوع المايو. أيوة صح، عندك حق، تعالى نروح لأن أنا فعلا مخنوقة. والاتنين قاموا من مكانهم وراح عند العربية. الله، عربيتك حلوة قوي، ما تجيب المفتاح واسوق أنا، انت عارفة ان أنا سواقت حلوة. لا، ما بحبش حد يسوق عربيتي، اركب جنبي وأنا بسوق كويس قوي. الاتنين ركبوا العربية بتاعت أروى، وأروى بدأت تسوق وتتحرك. آسر بصلها باستغراب. ده انت سواقتك حلوة قوي، مش باين ان دي سواقة ستات خالص. اصل انت ما تعرفيش انا بشوف الستات بيسوقوا ازاي، ده مبوظ لنا الدنيا في البلد خالص. يا حبيبي انا بسوق بقالي 10 سنين، ما بقتش اعرف اتحرك من غير العربية. لا، والعربية عافية، شكلها شديدة قوي، لا وكمان سرعتها كويسة وثابتة على الارض، خفيفة كده، انا ما كنتش متخيل بصراحة. وطلع كاميرا التليفون وبدأ يبص لشكله. الله، ده انا النهارده شكلي حلو قوي، تصدقي ان انا بحب شكل عيوني؟ انا اول مره اخد بالي من حاجه زي كده. وفجاه الدركسيون بتاع العربيه لف جامد، واروى فقدت السيطره عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي بيحصل في العربيه ده؟ وشويه والعربيه اتقلبت بيهم، وجت الاسعاف واخدتهم على المستشفى. الاتنين دخلوا الطوارئ، وبعد شويه خرجوا. لما فاقوا الاتنين كانوا في اوضه واحده. أروى وشها كله كان ملفوف بالشاش، وجسمها متدغدغ، وآسر عينه كانت ملفوف عليها شاش. الدكتور دخل عليهم. حمد لله على السلامة يا جماعة. الحمد لله، انت ربنا النهاردة كتب لكم عمر جديد. هو ايه اللي حصل لي يا دكتور؟ انا جسمي ماله متربط كده، انا مش حاسة بجسم خالص. للأسف يا مدام، حصل لك تشوه وشوية كسور كده في الجسم، بس الأول لازم تطلع من المستشفى، وبعد كده التشوهات دي نعالجها بعملية تجميل. أما أستاذ آسر ففقد عين من عينيه الاتنين. الدكتور خرج وأروى بدأت تعيط. منك لله، ربنا ياخدك، روح يا أخي، نبرك وعينيك بوظوا شكلي. وأنا مال أنا يعني؟ وبعدين هو أنا عيني جت جنبك؟ ما أنت اللي فضلت تحسد فيا وفي العربية. أنا عرفت ليه دلوقتي مراتك ما كانتش زعلانة إن أنت هتتجوز واحدة تانية. طلقني، ده أنا ما كملتش معاك أسبوع جواز وكل ده حصل لي. طلقني بدل ما ارفع عليك قضية واخرب بيتك. خلاص خلاص، انت طالق. وبعد فترة آسر رجع من المستشفى وراح على بيته. في بيت آسر دخل وكان منهار من العياط. انت كان عندك حق يا لجين، انا عينيا طلعت وحشة قوي، انا حسدت كل الناس، حتى اقرب الناس ليا، الكل بقى كارهني وكاره يشوفني. كنت بتقولي ان انا عينيا وحشة ولازم اسمي قبل ما اتكلم، وانا اللي ما كنتش بسمع كلامك. اهدى بس يا حبيبي، الحمد لله ان انت فقت يا آسر. بص بقى، انت تسمع كلامه وروح عند اي شيخ عشان يقولك تتصرف ازاي وتبطل تحسد، وبعد كده تتوضى وتجيب لي مية الوضوء بتاعتك، وانا والبنات ومامتك وقرايبه وقرايبك كلنا نشطف بيها. انت متأكدة من الكلام اللي بتقولي ده ولا تكونيش بتألفي؟ هألف عليك برضو؟ اكيد يعني مش جايبه الكلام ده من دماغي، انا سمعت شيوخ كتير قوي بتتكلم عن مية الوضوء. بقولك ايه، اتوضى وهات المية وملكش دعوة بعد كده. وفعلا آسر اتوضى ودخل يصلي، وفضل يبكي وافتكر كل الحاجات الوحشة اللي كان بيحط عينيه عليها، وافتكر كل الحاجات الوحشة اللي كانت بتحصل للناس اللي حواليه بسبب ان هو كان بيحسدهم. لجينة اخدت مية الوضوء واستحمت بها هي وبناتها، وبعتت كمان من المية دي لوالدته واخته ولوالدتها واختها. وبعد فترة
آسر بدأ يتغير بعد ما بدأ يقرأ قرآن، وطول الوقت بيقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وفي يوم مامته كانت عازماهم بعد فترة كبيرة قوي، لأنها ما كانتش بتشوفهم خالص. دلال بصوت واطي: آسر شكله اتغير قوي يا لوجين، ده مش ابن اللي عرفه، ما بقاش مركز في أي حاجة من اللي حواليه. هو أنت عملت له إيه يا بنتي؟ صدقيني يا ماما أنا ما عملتش حاجة، هو اللي ربنا هداه وفاق لنفسه من اللي كان بيعمله، ما كانش مصدق إن الواحد ممكن يحسد نفسه ولا كان مقتنع بكلامنا. آسر كان قاعد معاهم وبنته راحت له: بابي شفت صورتي أنا وأختي؟ إيه رأيك؟ اللهم بارك يا حبيبتي، إيه الشطارة دي؟ بسم الله ما شاء الله، بناتي أحلى بنات في الدنيا، وراح كملي لعبه، ولو احتجت حاجة تعالوا قولولي. الكل كان طاير من الفرحة بسبب التغيير اللي حصل لآسر، وعاشوا بعد كده في سعادة من غير مشاكل. الحسد موجود، والإنسان دايما بيكون نفسه ضعيفة، يعني أي حد فينا ممكن يبقى زي آسر، وممكن يحسد الناس اللي حواليه من غير ما يحس، وممكن كمان نحسد نفسنا. الحسد مذكور في القرآن، ما ننفعش نقول إن دي تخاريف وجهل، دايما نعود نفسنا بالكلمة الحلوة اللي تطلع من لساننا. أول ما نشوف حاجة تعجبنا نقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ونتمنى الخير لغيرنا، ما نتمناش زوال النعمة من حد أبدا، عشان ربنا يكرمنا ويكرم كل الناس اللي حوالينا. أتمنى إن القصة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. أشوفكم بكرة على خير في قصة جديدة إن شاء الله.